مساء الخير. كنت رايح انام وقلت والله ما هنام الا لما لازم اصور الفيديو ده، ويعني وهنزله بالليل متأخر كمان، يعني للي سهران وقاعد يذاكر. ففي حاجة انا مش عارف انا حكيتها لك قبل كده ولا لا. انا في وقت من الاوقات ايام الامتحانات كان عندنا مادة اشعة، فالمهم فاحنا كانت طول السنة ما كانش في دكتور للمادة اصلا، وما كانش ننزل لنا محاضرات للمادة دي، وكانت الدنيا يعني بايظه خالص معانا. وانا كنت اللي هو مش عارفين نقول ايه طول الترم، قاعدين نسالهم طب الماده دي فين، طب مفيش دكتور ازاي، طب الكلام ده كله، لان احنا كنا عارفين ان اخر الترم هيحصل حاجه هتيجي فوق دماغنا. ده المعروف عن الجامعه عموما يعني. فالمهم سيبنا الدنيا وقلنا خلاص هنستنى لحد ايام الامتحانات اما نشوف في ماده ملغيه ولا ايه الدنيا. فجاه ايام الامتحانات جه دكتور، وفجاه ليله الامتحان لانهم بينزلوا لنا PDF وبيقولوا لنا دي يعني البي افات بتاعه المنهج ذاكروها. وان شاء الله الامتحان مش هيخرج عنها، اللي هو ما طبيعي ان الامتحان مش هيخرج عن البي افات بتاعه المنهج يعني. المهم، وسبحان الله لاول مره ان انا اكون هادي، وان انا ما اتعصبش بقى، وان هو اصيح والكلام من ده كله. بالعكس، انا ساعه ما لقيت كده قمت انا قافل نت وبعدت التليفون عني خالص، وفضلت بقى اللي هو طبعت الPDFات بتاعتي وقعدت قلت يا انا يا الماده دي انا هعمل اللي عليا واسيب الباقي لربنا. يعني انا مش لوحدي في الموقف ده، دفعه كامله في الموقف ده. صليت ركعتين الاول وبعد كده قعدت وعملت لي كوبايه القهوه الجميله وفضلت اذاكر، فضلت اذاكر بقى وعملت اللي عليا لحد يعني حرفيا فضلت سهران للصبح. وقمت نايم لي ساعه علشان خاطر المعلومات بتاعتي تترتب، وبعد كده قمت وفضلت راجع على المنهج وانا رايح في المواصلات. المهم امتحنت المادة الحمد لله، حلت كويس. بعد كده جينا اللي هو ساعة النتيجة، جيت ابص لقيت نفسي جايب امتياز في المادة. هتقول لي يا يوسف جبت امتياز ازاي؟ دي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. لان انا توكلت عليه وسعيت وما فضلتش ان انا اصيح. واصل الصياح مش هيزود حاجة، هيقلل منك كتير وهيقلل من طاقتك. انت حاول انك تتجنب الحوارات اللي بتحصل على جروب دفعتك، الطاقة السلبية اللي بتجيلك من صحابك او من اي حد. اقفل النت واقعد ذاكر. انت اكيد في موقف احسن مني بكتير. يعني انت ممكن تكون دلوقتي مثلا مذاكر شويه حلوين من الماده، فبالتالي لو لسه لك ليله قبل الامتحان فانت زي الفل يا باشا، انت جميل جدا، هتلحق تخلص كل حاجه. ولو مذاكر قليل فانت برضك هتلحق تذاكر وهتنجز حاجات كتير جدا، وهتلاقي ربنا هيكرمك ان شاء الله. فالعبره بالخواتيم مش بالبدايات. انا ماليش دعوه باي حد، فانت فاهم دماغي، فذاكر واعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا هيوفقك. وبس، فاتمنى لك كل خير. يلا سلام.